بعد 15 سنة شغل كانوا خلاص هيقفلوا، لكن فكرة واحدة غيرت كل حاجة. خليني أحكي لك القصة. سنة 2020 كان في راجل عنده محل عفش في بوسط. المنافسة كانت شديدة خصوصا من البيع أونلاين. المبيعات نازلة والمصاريف عالية جدا، والراجل كان حرفيا على وشك انه يقفل المحل. وفي يوم قابل مستشار رقمي قال له ان الذكاء الاصطناعي مش روبوتات وبس، ده في ادوات بسيطة ممكن تستخدمها علشان تنجح البيزنس بتاعك. قال له طب يلا نجرب. فعلا بدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي في 5 حاجات. اول حاجة حلل بيانات الزباين، واكتشفوا ان 70% من المبيعات بتيجي من عائلات معاها اطفال في سن معين. تاني حاجة استخدم اداة تحلل الصور، شاف بيها شكل العفش اللي عنده مقارنة بالمنافسين. تالت حاجة عمل روبوت للمحادثة على موقعه، بيرد على الزباين 24 ساعة بدل ما يفضل قاعد على التليفون طول الوقت. رابع حاجة استخدم تطبيقات الواقع المعزز، بيخلي الزبون يشوف شكل العفش في بيته قبل ما يشتريه. واخر حاجة نظم المخزون والطلبات اوتوماتيك، وده قلل التكاليف بنسبة 30%. الدرس هنا ان الذكاء الاصطناعي مش حاجة من المستقبل، ده ممكن يساعدك في حاجات كتير في شغلك. اسأل نفسك ايه الحاجة اللي بتضيع فيها وقتك كل يوم وممكن الذكاء الاصطناعي يوفرها لك، لانه ما بقاش رفاهية، ده بقى اساسي لاي بزنس عايز ينجح.